السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي ألوان الرخام الكوارتز الموجودة في مصر. الرخام الكوارتز ده مصنع من حجر الكوارتز الطبيعي، بيطحن. وحجر الكوارتز الطبيعي ده صلب جدا، بيطحن وبيتعاد تصنيعه، بيتحط عليه مادة الإيبوكسي اللي هي بتخليه صلب جدا، وبيدخل القوالب أو الفرن بتاعته بتدخل في مكبس ضخم جدا بيكبسها كبس جامد. يعني الرخام اللي سمكه 2 سنتي بتبقى العجينة بتاعته سمكها 4 سنتي، ولما بتدخل المكبس بيكبسها من 4 سنتي ل 2 سنتي بضغط جامد جدا. بعد كده بتخش فرن لمدة 20 دقيقة علشان تبقى صلبة جدا، وبعد كده بتخش تبريد وبتخش الجلاية. الفرق بين رخام الكوارتز وبين الرخام الصناعي العادي ان رخام الكوارتز صلب جدا، ما بيتكسرش بسهولة وما بيتخربش من السكاكين وما بيبقعش، ما بيشربش اي سوائل. ولكن الرخام الصناعي العادي بيشرب سوائل وبيبقع وبيتخربش من السكاكين.